الفل عليكم حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا جدا. صباحكم فل، صباحكم رضا من الرحمن. يلا بينا كده بقى النهارده نتنشط ونصحى الصبح ونشرب القهوه بتاعتنا، ونبدا بقى نصور الفيديوهات الجميله. بقى عامله لكم سلسله من الفيديوهات الجميله، يا رب تعجبكم. بس قلت اصبح عليكم كده الاول بقى من الشمس الجميله دي والمناظر الجميله. صباحكم رضا من الرحمن. وما تنسيش بقى تحطي اللايك والكومنت الحلو الجميل اللي بيعجبني منك واللي بيحفزني. ومعلش لو كنت مقصرة في الفترة اللي فاتت، بس والله غصب عني. يا رب دايما كده ابقى عند حسن ظنكم واقدم لكم كل حاجة عجباكم. يلا بقى قومي اتنشطي كده معايا ونشوف هنعمل ايه. صباح القهوة، صباح الأمارات، صباحكو رضا من الرحمن. يلا بينا بقى كده زي ما قلتلك، قومي بقى اعملي القهوة بتاعتك. لازم أول ما تصحي كده تشوفي ايه، يعني شوفي نفسك برضو شوية، اعملي مج نسكافيه، اعملي كوباية قهوة. ظبطي نفسك عشان تعرفي تظبطيهم يا ايه يا أمرايا. هنا كده بقى بعمل القهوة معاكي زي ما انتي شايفة. وطبعا كل متابعيني عارفين ان انا بعشق بن بعوف، ده من يعني البن المفضل بالنسبة لي. هعمل بقى كده فنجان القهوة بتاعي واشربه معاكي بقى. وما تنسيش بقى جنبي بقى تاكلي كده شوكولاتايه، قطعة كيك، اي حاجة كده ايه تروقي بيها مزاجك عشان تبتدي يومك كده وتكوني يعني ظبطتي كده نفسك الاول، وبعد كده تشوفي ايه اللي وراكي، لان طبعا عارفين الروتين واليوم ما بيخلص. زي ما انتي شايفة هنا كده. انا طبعا بحب جدا يا جماعة اللي هي الكنكة الكهربائية دي، جميلة جدا بجد وبتفرق. قبل ما اجيبها بجد لا، القهوة فيها ليها طعم مختلف. فقبل ما اجيبها لا، انا مش عارفة كنت بعمل ايه يعني. بصي بقى الوش بتاعها، لا 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 حكاية. اللي ما عندوش الكنكة دي يا ريت يجيبها عشان بجد هتفرق معاكي. طب النهاردة بقى الفيديو بتاعك عن ايه يا نهى؟ النهاردة فيديو مختلف، فيديو ابصي بقى الشوكولاتايه، معلقة شوكولاتة كده وتقلبي بيها بقى. وبصي مش ممكن، بس انا نسيت وحطيت سكر، فانت لو هتستخدمي الشوكولاته ما تحطيش سكر بقى احسن يعني، عشان طبعا انتوا عارفين احنا عاملين ريجيم ودايت قاسي جدا. كفايه الشوكولاته. يلا بقى كده النهارده. طب الفيديو بتاعك عن ايه يا نهى بقى؟ طولت عليكم. النهارده فيديو مختلف كده عن مفيش بقى طبخ، مفيش كلام من ده، لا النهارده الحاجات المهمه زي ما انت شايفه. ايه الجمال ده، ايه الحاجات الحلوه دي. ده كده هنا انا جددت المطبخ بتاعي، بس صراحه الفيديو وانا بعمل الفيديو اتمسح غصب عني. كنت جايبه لكم بقى وانا بعلق الفوم ده وكلام من ده، بس مش مشكله، هبقى احاول ادور لكم عليه وانزله لكم. العلاقات بقى اللي انت شفتيها كده من شويه ومتعلق عليها الحاجات بتدي منظر حلو جدا وجميله ومفيده. هنا بقى الحوامل دي بتاعت ايكي، عايزه اقول لك يا جماعه بص دي حكايه، دي اختراع. بتدخليها بس كده بقى في المطبخ بتاعك من غير اي حاجه، او لو فيها مسمار بتربطيه، والله من غير ربط مسمار كمان، وبتعلقي عليها بقى كل حاجه زي ما انت شايفه. اولا بتدي منظر جمالي روعه، ديكور فظيع في المطبخ. بتعلقي عليها بقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده بقى، مجات، حوامل، اي حاجه عايزه تعلقيها زي ما انت شايفه كده، مع الاضاءه بقى بتعمل احلى شغل. النهارده بقى عايزه اقول لك الحاجات اللي هي ايدي ورجلي في المطبخ ما بستغناش عنها ابدا. اول حاجه الاسباتيولا دي، الاسباتيولا دي بقى بصي جايه في اي حاجه، عارفه كده، حاجه داخله في كل حاجه حشريه، ما بستغناش عنها في الحلويات وفي الطبخ وفي كل حاجه. دي القديمه حتى بصي محروقه زي من الجناب. انا بوريكم الفرق بينهم، دي متركبه الخشبه فيها. بس لما تيجي تشتري، اشتري اللي هي زي اللي انا وريتها لكم الاولانيه، اللي هي السيليكون الكامله، دي بتبقى عمليه اكتر. دي بقى برضو الاسباتيولا دي بتاعت الحلويات. مش عارفه تقريبا بتوع الحلويات والله بيسموها اسم تاني بس انا مش فاكراه. حلوه جدا بقى فرد الكريمه، في فرد اي مثلا صوص انت بتفرديه على الحلويات، فصراحه مهمه جدا. دي بقى برضو من الحاجات اللي ما بستغناش عنها ابدا. الفرش الصغيره دي بقى في غسل جميع الخضروات والفواكه والبطاطا والبطاطس، وبصي عدي بقى واكتبي ورايا، دي مهمه جدا. هم كده باكت تقريبا بيتباع ب10 جنيه، بيتباع فيه 3. اعملي واحده للخضار، واحده للفاكهه، واحده للسمك. صدقيني مهمه جدا في السمك، حلوه حلوه بجد، هتفيدك. السكينه دي طبعا لا غنى عنها بقى في تقطيع الكيك عشان الشرشره اللي انتوا شايفينها فيها دي، وفي الحلويات لو عندك تورتايه، لو اي جاتو، مهمه جدا وبتفرق.
هنا بقى القشرة اللي انتوا شايفينها دي، بصي دي يعني مش عايزة اقولك على استخداماتها مهولة. بتبشر وبتقطع وبتعمل زجزاج في المخللات وبتفرم وبتعمل حاجات كتيرة جدا وبتقشر البطاطس، فصراحة مهمة جدا وكانت ب3 جنيه. هنا بقى الاسطول المضارب اللي انت شايفاها دي كده برضو مهمة جدا جدا. اول حاجة من الصغير ده مهم جدا لعمل الرغوة بتاعة النسكافيه، لو بتعملي مثلا مج كيك كده حاجة على السريع. والاحجام التانية برضو بتبقى مهمة جدا ومهم انها تبقى عندك. الفرشة السيليكون دي بقى طبعا كلنا عارفين لا غنى عنها برضو. والهراسة بقى بتعملي بابا غنوج ومكسلة تطلعي الكبة بتاعتك، بتهرسي بطاطس، بتهرسي فول بقى وهو في القدرة بعد ما تدمسيه بدل ما تعمليه في المفرمة او في الكبة. يعني بصي حكاية. المعالق المعيارية طبعا انتوا عارفين دي مهمة جدا، وبالذات لو حد بيصور زينا كده مهمة جدا بقى بأحجامها المختلفة وشكلها حلو برضو، شكل جمالي جميل. هنا بقى اللي هي المكاييل المعيارية، بصي حكاية برضو مش عايزة اقولك على استخداماتها، وبتوفر لك جدا لو انت بقى ما عندكيش اللي هو الميزان، لان زي ما انت شايفة لو الكاميرا مبينالك مكتوب عليها بقى مثلا ده كوباية، دي ربع كوباية، تمن كوباية، كلام من ده. لا حكاية بجد ومهمة جدا. بس انا عندي ادمان ليها يا جماعة، كل ما اشوف حاجة شكل مختلف اجيبها، مع ان في الاخر كلهم احجام واحدة، بس لا انا بحبها جدا. هنا بقى شكل القلب ده صراحة ما قدرتش اقاومه، انا تقريبا لسه ما استخدمتوش او تقريبا استخدمته مرة. بصي اللون البينك في الابيض، ايه الروقان ده، ايه الجمال ده. لا جميلة بجد جميلة، وحتى يعني شكل جمالي في المطبخ روعة، ما تعلقيها كده على اي ستاند او حامل هتفرق وهتعجبك جدا. هنا بقى طواجن الفخار اللي انتوا شايفينها دي برضو لا غنى عنها باحجامها المختلفه زي ما انتوا شايفين. ليه؟ لو انت بقى عامله مثلا كده عزومه، او عامله مثلا حاجه حلوه ام علي، اي بقى فاهمه حاجات، مثلا طواجن خضار، كل واحد بقى ياخد كده ايه الجزء بتاعه ويبقى قدامه كده مع طبق الرز مع كده، فهماني بيبقى فيها خصوصيه وبيبقى فيها شياكه وبتبقى حلوه صراحه على عدد افراد الاسره بتاعتك. واسعارها رخيصه جدا، ومن الحاجات المهمه برضو في مطبخك واللي بتفرق، بدل ما تعملي مثلا في طاجن كبير وتقعدي توزعي في اطباق، لا دي صراحه جميله وهتنفعك. هنا بقى الهاند بلندر ده البطل بتاعنا في المطبخ. بصي معلش عفوا، المقطع بتاع الهاند بلندر مش متظبط معايا، والمقطع ده اتعاد، معلش اسفه غلط في المونتاج. بس ما علينا، برضو الهاند بلندر ده من الحاجات المهمه جدا اللي لا غنى عنها في المطبخ. بصي بقى ايدك ورجلك بجد، بتعملي بيه بقى العصاير، بتعملي بيه اي تتبيلات، بتفرمي بيه الطماطم الثوم، لو فول، اي حاجه اي حاجه بجد يعني. بعتذر تاني معلش على المقطع مش متظبط، يعني عشان كنت جايبه لكم استخدامات الهاند بلندر. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك وصلتي لغايه هنا اوعي تنسي تحطي اللايك عشان هو بيرفع الفيديو، وما تنسيش بقى الكومنت الحلو اللي بيشجعني وبيحفزني. وانا عايزه اقول لكم انا بحبكم جدا بجد، بحبكم في الله، ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.